ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل مع بعض كنافه بطريقه جميله جدا وحلوه. يلا نشوف المنيو مع بعض ايه. معايا بقى ايه؟ نص كيلو كنافه، طبعا احطها في الفريزر يعني قبلها بليله. تمام. ومعايا 3 معالق كبار من سكر البودره، ومعايا مكسرات زبيب وجوز الهند وسوداني، يعني حاجات بسيطه جدا. تمام. ومعايا كمان سمنه، عادي تشتغلي بالسمنه البلدي او سمنه كريستال، اي نوع سمنه انت حباه تشتغلي بيه. سايباها طبعا على النار تسخن شويه. جبت حاجه واسعه وبدات بقى ايه افك الكنافه. تمام. افركها كده بايدي طبعا كله لغايه تبقى ما فيهاش اي حاجه مكلكعه ولا اي حاجه خالص يا حبايبي. تمام. هعمل كل كمية الكنافة دي كلها مع بعض وهنرجع تاني نشوف ايه هنعمل ايه يا حبايبي. جبت بقى السكر البودرة. طبعا السكر البودرة هي اللي بتديك اللون الذهبي الحلو، بيديك بقى قرمشة جميلة. وطبعا احنا هنا عندنا بنحبها يبقى ايه ناشفة وجميلة جدا، وطبعا هتشوفوها معايا في ايه في الفيديو. طبعا انا بفرك الكنافة زي ما انتوا شايفين. جبت بقى السكر البودرة معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله الكنافة فرقتها كلها، ما فيش اي حاجة فيها خالص. جبت بقى المعلقتين كبار من السكر البودرة عشان هي اللي بتديك اللون حلو. مش حابة تحط سكر بودرة عادي بقى، ما فيش اي مشكلة، بس انا بحب احط السكر البودرة طبعا في الكنافة بتديك تيست حلو. بنقلب كده بايه بايدينا، يعني مش نعجن فيها ولا اي حاجه، لا بطراطيف ايديك كده زي ما انتم شايفين. وطبعا السمنه بنعملها برضو كده. انا طبعا لبست كلافز عشان اعرف ايه استخدم الكنافه، عشان مش عايزه ادعك الكنافه ولا اي حاجه، لا عايزه اعملها بطراطيف ايدي كده كويس. اشبعها بايه بين السمنه طبعا. لسه هحط سمنه تاني زي ما انتوا شايفين. طبعا بقلبها كده شويه من فوق لتحت من فوق لتحت لغايه اما ايه احط كل الايه الزبده السمنه اللي معايا. تمام. هجيب بقى صينيه مدوره، طبعا عصتها من السمنه بالفرشه. تمام. وهبدا بقى ايه اخد من الكنافه بحاجات كده ايه بسيطه جدا زي ما انتوا شايفين. جبت الصينيه اهيت معايا. طبعا انا بس بلبس الجلافز معايا زي ما انتوا شايفين، دهنتها زي السمنه. وجبت عفوا. جبت بقى ايه الكنافه. بحطها يعني ايه حاجات كده بايديا كده، يعني ايه يعني مش ضغطي عليها، لا تخليها كده ايه حاجه خفيفه كده. تمام. طبعا انتوا شايفين معايا في الفيديو زي ما انتوا شايفين طبعا. عفوا. انا ما سرعتش الايه الفيديو عشان تشوفوا الخطوات انا بعملها ازاي، تطلع معاكا حلوة وجميلة جدا. وانا اصلا بعملها على طول كده. خلاص انا عملت كل نص كمية الكنافة. جبت صينية زي المقاس اللي انا بشتغل فيها، بضغط عليها اخليها عشان تطلع معايا متساوية وشكلها حلو في النهاية طبعا. بس انا مش صورت للاسف، ما صورتش وهي طالعة من الفرن كده الصورة دي. بس زي ما انتوا شايفين كده لازم نضغط عليها الضغطة دي عشان تطلع معاكي متساوية وشكلها حلو ومدورة وجميلة جدا. هنبدأ بقى نحط الايه الحشوة معايا. تمام. زي ما انتوا شايفين انا بس جبت كمان شويه من الايه من الكنافه بس من الاحراف عشان لقيتها كده ايه مش مظبوطه، عشان ابقى ايه مظبوطه معايا وكده. تمام. بضغط عليها تاني بالصينيه زي ما انتوا شايفين، بلف بيها كده ما يدور زي ما انتوا حضراتكم طبعا شايفين. بعد كده بقى ايه هحط الايه المكسرات. طبعا المكسرات شايفين مظبوطه وجميله جدا. المكسرات المكسرات اي نوع مكسرات انت حباه طبعا. عايزه اي فستق لوز عين جمل من الحاجات دي برضو حسب الرغبه بتاعتك. عايزه تحشيها مهلبيه برضو حسب الرغبه، دي حاجه يعني ايه بسيطه يعني. تمام. حشيتها طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي وحبايبي. ببدأ احط النص التاني الكنافة. تمام. برضو بطراطيف ايدي كده، مش بضغط عليها ولا اي حاجة الاول لغاية اما اعمل طبعا ايه نفس الطريقة. وهضغط عليها برضو بايه بصينية اللي معايا. تمام. بعد ما اضغط اعمل الكنافه زي ما انتوا شايفين. طبعا معايا شويه من السمنه تاني وبحطها من فوق كده عشان يبقى تلاقيها كده طعمها ايه حلو كده ولونها جميل كده وذهبي وجميله جدا وحلوه.
طبعا انا ضغطتها برضو زي ما انتوا شايفين، ونزلت برضو بالاربع معالق زبدة، قصدي عفوا سمنة، زي ما انتوا شايفين. حط كلها كده من الوش. وطبعا انا مولعه الفرن بتاعي، ومعايا طبعا ايه سيرب تقيل. تمام. وهتشوفوه معايا طبعا في الفيديو. دخلتها الفرن وطلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، طلعت زي الفل. شايفين من يعني من وش ومن ظهر اللون دوت بالظبط، عشان السكر وعشان التسوية وعشان الضغطة اللي انا عملتها عشان تطلع معاكي مظبوطة. نزلت بقى بالايه بالسيرب اللي انا عملته تقيل. تمام. عفوا. الكنافة طلعت من الفرن سخنة، السيرب عليه بارد او سخن عادي برضو مفيش اي مشكلة. ومش عايزة سيرب كتير عليها عشان مش تبقى مسكرة، عشان كده كده اصلا حطيت سكر ايه بودرة. تمام. بسويها كده بالمعلقة وبغطيها 5 دقايق كده بالغطا او بحاجة عندك، واسيبها وبقطعها وبقدمها بقى في الطبق النهائي. جرنشت كده كده بشوية ايه جوز الهند وشوية مكسرات كده، حاجة كده خفيفة سريعة وجميلة. بجد الكنافة دي طلعت حلوة جدا. طبعا يعني انا بعملها عشان بابا بيحبها جدا، بحب الطريقة دي، مش بحب الايه الكنافات الطريقة التانية اللي احنا بنعملها وكده، بس انا عاملاها عشان بابا طبعا. بالهنا والشفا ليه. بس كده اتمنى الوصفة تعجبكم والحلقة تعجبكم، ومتنسونيش باللايك، واشوفكم على خير.